مرحبا بكم، كنتمنى كلشي يكون بخير. كنا شفنا الفيديو ديال هاد السيد اللي ريبوا ليه القصر ديالو، خسر عليه 6 سنين من عمره و16 مليار. كيقول هو عنده الرخص والسلطات كتقول انه مخالف لانه خدا رخصه ديال البناء عادي، هو بنى قصر ضيافه كبير. ماشي هذا هو الموضوع ديالنا. الموضوع هو انه كيقول ان ماشي مشكل مشات له 16 مليار، المشكل هو مشات له 6 سنين من عمره، من صحته، من المجهودات ديالو. فهذا امر منطقي وطبيعي. فمن الغير طبيعي اللي شفت انا في الفيديو هو الثبات ديال هذا السيد الانفعالي. واخا مشات له 16 مليار مازال عادي وكيهضر مع الصحافه وعادي وكيقدر يضحك. فمثلا انا ولا انت ولا اي واحد تمشي له 200 درهم فما غاديش الناس، ويقدر يفقد الذاكره، ويقدر يتشل النصفي ويديو السبيطار، ويقدر كاع يدفنوه. فانسان تمشي له 16 مليار وبقى بهذا الشكل، خصنا نرفعوا له القبعه. مهما كان الذنوب ديال هذا السيد، مخالف ماشي مخالف، فلوسه حرام حلال، فالمشكل هو علاش انه في الاخر يخسر هذه الخساره الفادحه. كان بروجي اللي خليتيه تتنقش وتسالى وعاد تقول لي ريب، واش من وجه حق